التسويف هو من اكتر الحاجات اللي المفروض اننا كلنا ما نعملهاش، لانها ممكن تخلينا نفشل في حياتنا. عشان كده في الفيديو ده هقولك كل حاجة عن التسويف وازاي ما تسوفش تاني ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ازاي تتعامل مع التسويف وازاي تحقق الانتاجية القصوى. ولو انت مش عارف، فاحنا قبل كده عملنا فيديو بيتكلم عن ازاي تحقق الانتاجية القصوى في حياتك، بس النهارده هنتكلم بالتحديد عن التسويف وازاي نتعامل معاه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ. في الأول لازم نفهم ونعرف ايه هو التسويف. بص، التسويف هو عبارة عن انك تأجل تاسك مهمة مع انك عارف ان هي مهمة وهتاخد وقت طويل، زي مثلا انك المفروض عندك واجب انجليزي او اي مادة، والواجب ده كتير وعارف انه هياخد وقت وتعب، ومفروض ان انت تخلصه قبل النهاردة عشان عندك درس فيه بكرة. عشان بقى احنا عارفين ان احنا هنتعب نفسنا في التاسك دي، علينا بيريحنا فبنقعد نأجل في التاسك دي. والحقيقة ان في ناس كتير بيواجهها التحدي ده، وهو ان هو عايز يعمل الحاجة دي بس عقله مش عايز. طب ازاي نتعامل مع التسويف؟ هقولك، لكن بعد ما اقولك ايه هي اسباب التسويف. عشان نتعامل مع التسويف ونعرف ازاي نتخلص منه، لازم نعرف الاول ايه هي الاسباب اللي بتخلينا نسوف. بص، في حاجتين او سببين بيخلونا اننا نأجل في التاسك ايا كانت. اول سبب وهو الخوف، والخوف ده غالبا ما بيكون موجود من انك خايف لما تعمل التاسك دي ما تعملهاش بالشكل اللي انت متخيله. يعني هقولك حاجة حصلت معايا شخصيا. الحاجة دي هي ان انا كنت متخيل ان في اول فيديو هعمل فيديو يكون المونتاج بتاعه جامد جدا، لدرجة اني قعدت سنة تقريبا بحاول اني اعمل فيديو جامد، لدرجة اني عدت الفيديو عشرات المرات، طبعا مش ورا بعض، هما متمددين على شهور. المهم ان اول فيديو كان بالنسبة لي من اوحش الفيديوهات بالنسبة لي في قناتي. اول سبب اصلا هو الالوان، لان الالوان بتاعته كانت بايظة، وطبعا كان في حاجات كتير جدا، لكن مش ده موضوعنا. طبعا انا دلوقتي ما قلتش ان انا بعيد جامد جدا، لا ده بالعكس، انا عارف ان انا لسه عندي شويه مشاكل في المونتاج بحاول ان احلها، سواء ان انا بتفرج على كورسات او بحاول احلها مع نفسي. ده كان اول سبب بيخليك تأجل في التاسك، اللي هو الخوف. تاني سبب وهو السبب اللي عشانه غالبا بنأجل التاسك، وهو الكسل. الكسل هو انك بتكون مش جايلك نفس انك تعمل اي حاجه. يعني مثلا انت عندك واجبات متراكمه كتير، بس بدل ما تحل الواجبات المتراكمه عليك قاعد بتلعب ومرتاح، عقلك كل ما تقول له ما تيجي نشوف اللي عندنا يقولك ما تيجي نلعب جيم كمان. وهي دي الاسباب او السببين اللي بيخلونا نسوف. بعد لما عرفناهم دلوقتي هنشوف ازاي نحل مشكله التسويف. بص، هما 7 حلول. اول حاجه وهي انك لازم تكون محدد اهدافك اللي هتعملها في يوم. مثلا يعني اول لما تقوم عارف انك هتذاكر عربي وانجليزي وهكذا على باقي المهام اللي عندك في يوم. تاني حاجه وهي انك تقسم المهام الكبيره لمهام صغيره. يعني ما تكتبش هذاكر عربي مثلا، لا، انت هتكتب برضو انك هتذاكر عربي وتحتيها هتكتب انك عندك تسميع او حفظ معاني وهكذا. تالت حاجه وهي انك تحاول على قد ما تقدر تبعد عن التسويف، وحاول انك ما تضيعش وقت. حتى لو مش عندك نفس حاول انك تبدأ، حتى لو هتعمل الحاجة دي وملكش نفس جرب، ممكن لما تيجي تبدأ في الحاجة دي نفسك تتفتح. رابع حاجة وهي انك لما تيجي تعمل اي حاجة وتعملها زي ما انت كنت مخطط لها، مش لازم بالظبط تحاول انك تكافئ نفسك. يعني ايه؟ مثلا انا مخطط اني اذاكر لمدة ساعتين، لما انا اعمل كده فعلا واخلص الرينج اللي انا كنت مخطط ليه في المذاكرة، اكافئ نفسي. طب ممكن اكافئ نفسي بايه؟ ممكن تقوم تعمل حاجة بتحبها او انك تاخد بريك ايا كان طريقتك، لان لما عقلك بيكون مثلا عارف انك لما تخلص المذاكرة دي هتاخد مكافأة عليها، فهيكون عايز انه يعملها لو حصل ايه عشان ياخد المكافأة. خامس حاجة وهي انك تكون مرن. يعني ايه مرن؟ بص، المرونة ده مصطلح معناه انك تتكيف مع الظروف. يعني مثلا انت قمت الساعة 9 وانت كان قدامك اختيارين. اول اختيار انك تروح تنام وهتبدأ من بكرة والمذاكرة هتبقى فل الفل من بكرة وهتقوم تاكل الكتب اكل. تاني اختيار وانك تقوم تذاكر حتى لو هتذاكر اقل من اللي انت كنت مخطط له. اكيد دلوقتي في ناس اختارت الاختيار الاول وفي ناس اختارت الاختيار التاني. لو انت من الناس اللي اختارت الاختيار الاول فانت عندك مشكلة انك تتكيف مع الحاجة اللي ممكن تحصل وانت مش مخطط لها، فحاول انك دايما تكون مرن في الظروف اللي بتظهر لك وانت مش مخطط ليها، ولازم تكون عارف بشكل عام انك ازاي تتصرف مع الظروف دي. سادس حاجة وهي انك تشارك الحاجات اللي انت بتعملها مع صاحب ليك. يعني مثلا انت وصاحبك عايزين تقوموا بدري، فمثلا اللي يصحى بدري يرن على التاني عشان يقوم، وانتوا الاتنين تذاكروا لمدة معينة انتوا تكونوا مخططين ليها. ده بقى هيحفزك انك تعمل الحاجة دي. ليه؟ لانك متفق مع حد انك هتعمل الحاجة دي. مين الحد ده بقى؟
الحد ده هو صح. سابع حاجة والأخيرة وهي إنك في آخر كل مهمة من المهام بتاعتك تقيم أنت عملت إيه صح وعملت إيه غلط. المرة التانية اللي تعمل فيها المهمة دي حاول إنك تبعد عن الأخطاء اللي كانت في المرة الأولى. يعني مثلا أنا كنت مخطط إني هذاكر لمدة ساعتين وأنا كان جنبي الموبايل بتاعي، فمسكته بدل ما أذاكر ساعتين ذاكرت ساعة أو أقل. فأنا أقوم كاتب أيا كان في ورقة أو تطبيق. المهم أقوم كاتب الأخطاء اللي أنا عملتها دي والغلطة اللي أنا عملتها في المثال ده، وهي إن أنا حطيت جنب الموبايل. في المرة الجاية اللي أنا أعمل فيها التاسك دي ما قلت لك أشيل جنب الموبايل. ولو أنت بتحتاج الموبايل عشان تذاكر عليه حاول إنك تقفل النت وتخليه سايلنت، وكده أنت تكون حليت المشكلة. وهكذا بقى على باقي المهام اللي أنت بتعملها فيه. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل ما نقفل لازم أقولك إن التسويف ده حاجة مش بتحل في دقيقة. المهم إننا نصبر ونحاول إننا نطبق الحلول اللي ممكن إنها تحل لنا مشكلة التسويف. المهم لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.